السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة حكايات رعب. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية يا رب. قصة جديدة يا رب تعجبكم. تبدأ قصتنا ونقول بسم الله. شارع هادي في وسط البلد أمام برج قديم مهجور. سامي واقف مع فادي تحت البرج، شايل كوباية شاي بلاستيك ويبص لفوق. عينه متعلقة بالبلكونات القديمة والشبابيك اللي بعضها مقفول بخشب مطرب عليه التراب. سامي بص. البرج ده كان فندق زمان، تخيل. فادي رفع حاجبه. فندق ايه بس يا عم؟ هو ده شكل فندق؟ سامي هز راسه. اه دلوقتي بس زمان كان حاجة تانية. جد الله يرحمه كان بيقول لي انه كان اشيك فندق في وسط البلد. البلكونات دي كانت مليانة زوار، والناس قاعدة تتغدى وتسمع ام كلثوم من الراديوهات الصغيرة. وبعدين ايه اللي حصل؟ في كلام بيتقال. الفندق ده قفل فجأة في ليلة واحدة من غير سابق إنذار. محدش فاهم ليه، بس الحكاية اللي بتتقال مرعبة. فادي رد عليه باستغراب. أمال الناس اللي ساكنة فيه دلوقتي إزاي عايشين؟ مش كل الشقق مسكونة، في شقق نورها ما بيولعش، شقق محدش يعرف مين اللي جواها، وشقق تفتحها تلاقيها فاضية كأن محدش لمسها من يوم ما الفندق قفل. الهوا فجأة بيهز يافطة قديمة معلقة على جنب الباب الرئيسي. صوت الحديد وهو بيتحك في بعضه وبيعمل رعشة خفيفة في الجو. فادي بيبص لسامي برعب وقال له: وانت جبت الكلام ده منين؟ سامي رد عليه بصوت واطي وهو بيقرب من فادي: من واحد كان شغال هنا، قال لي انه في ليلة من الليالي سمع اصوات ضحك جاية من الدور الخامس، مع انه عارف ان الدور ده مقفول من سنين. لما طلع يبص لقي نور أوضة ولع فجأة، وبعدها بشوية لما خبط على الباب. وبعدين الباب اتفتح لوحده. لحظة صمت وفادي بيبص للبرج كأن عيونه بتدور على حاجة، وفجأة نور شباك في الدور الخامس بيولع. الهوا يسخن فجأة وفادي يحس برعشة غريبة في ظهره. سامي ضحك بهدوء وهو بيشرب الشاي كأنه كان مستني اللحظة دي. لكن فادي وسامي قرروا إنهم يسألوا الحارس بتاع العقار، عم حسن، عن اللي بيحصل في الفندق وإيه هو السر اللي وراه. إحنا لازم نعرف الحقيقة، قالها فادي بصوت حاسم وهو بيبص لسامي. سامي هز راسه وقال له: مفيش غير عم حسن، الحارس العجوز، الراجل ده أكيد عارف كل حاجة. نزلوا تحت لقيوا عم حسن قاعد على كرسي الخشب المعتاد جنب باب الفندق ماسك سيجارته اللي قربت تخلص، وعينيه الشيخة باصة في الفراغ. عم حسن، ممكن أسألك سؤال؟ قالها فادي بحذر. الحارس رفع عينيه وبص لهم، وبعد لحظة قال: اسألوا، بس لو عن الدور الخامس أنصحكم تنسوا الموضوع. سامي قرب منه أكتر وقال بصوت واطي: ليه كل الناس بتخاف منه؟ حصل فيه إيه؟ عم حسن بص حواليه كأنه بيتأكد إن محدش سامعه، وبعدها خد نفس طويل وقال: انتوا مش هتسكتوا ولا هتسيبوا الموضوع، صح؟ طب تعالوا، بس محدش يسمعنا. خدهم ناحية غرفة صغيرة جنب مخزن الفندق، ودخل وقفل الباب بإحكام. وبعد ما أخد نفس عميق قال بصوت واطي: الدور الخامس مش مفروض يكون موجود، لأن اللي حصل فيه مرعب، واللي يسمع اللي حصل شعر راسه يشيب، مش اللي هيسمعه. ما بالكم بقى باللي شاف. عم حسن خد نفس عميق، عيونه كانت مليانة خوف وهو هيبدأ يحكي، بس قبل ما ينطق الباب اتفتح فجأة.
ودخل شاب طويل لابس قميص اسود، بنطلون جينز غامق، شعره كيرلي وعينيه فيها نظرة غريبة. أنا آسف لو كنت قطعت كلامكم، بس سمعتكم بتتكلموا عن الدور الخامس، قالها الشاب بصوت هادي بس فيه نبرة فضول واضحة. فادي وسامي بصوا لبعض، وبعدين رجعوا نظرهم لعم حسن اللي كان وشه اتجمد وكأنه شاف شبح. بعد لحظة صمت عم حسن سأل الشاب بحذر: وانت مين بقى؟ واشمعنى مهتم بالدور الخامس؟ الشاب ابتسم ابتسامة باهتة وقال: أنا عامر، وأجرت أوضة في الدور الرابع، بس من أول يوم وأنا سامع حاجات غريبة في الدور اللي فوقي. حسيت إني مش لوحدي، ومحدش في الفندق عايز يجاوبني إلا انتوا. سامي شد الكرسي وقعد وقال: طب استنى، انت بتقول انك سامع حاجات زي ايه بقى؟ عامر خد نفس وقال: خطوات تقيلة قوي، كأن حد ماشي على خشب قديم، مع ان الارضية هناك كلها سيراميك. وساعات بالليل بسمع صوت حد بيتكلم، مش كلام مفهوم، كأن همس بعيد. وبعدين مرة صحيت على صوت حاجة بتخبط في سقف اوضتي، حسيت ان في حد واقف، مع ان الدور الخامس مش مفروض يكون فيه حد اصلا، صح؟ عم حسن ضرب كفه على الترابيزة وقال بانفعال: انا قلت لها مليون مرة، الدور ده مش مكان لحد، ومحدش المفروض يقرب منه. في ناس قبل كده حاولوا، ومحدش فيهم خرج زي ما دخل. فادي كان متوتر، لكنه قرب من عم حسن وقال: بصراحة يا عم حسن، احنا مش هنمشي قبل ما نعرف الحكاية كلها، ايه اللي حصل بالظبط في الدور الخامس. عم حسن بصلهم كلهم، وبعدين مسح وشه بإيده وقال، بصوت مرهق: اللي حصل حاجات محدش لازم يعرفها، بس واضح انكم مش هتسيبوا الموضوع، صح؟ سامي وعامر وفادي هز راسهم، وسامي قال بابتسامة باهتة: واضح كده ان الليلة هتبقى طويلة يا عم حسن. عم حسن خد نفس عميق وعينه سرحت كأنه بيشوف حاجة من زمان، بص حواليه كأنه بيتأكد ان مفيش حد سمعهم، وبعدها قال بصوت واطي: الدور الخامس مقفول من سنين، وكل السكان عارفين ان محدش يطلعوا ولا حتى يجيب سيرته. الدور ده مش فاضي، في حاجة ساكنة فيه. سامي ابتلع ريقه وقال: يعني ايه حاجة ساكنة فيه؟ انت تقصد ايه؟ عم حسن هز راسه وقال: مش حاجة، حد، بس مش بني آدم زينا، حاجة من عالم تاني. زمان كان في راجل اسمه توفيق ساكن في الدور الخامس، راجل عادي شغال محاسب وعايش لوحده، لحد ما في يوم الناس بقت تسمع صراخ جاي من اوضته. مش صراخ عادي، كان زي حد بيتعذب، اصوات تخلي شعر جسمك يقف. ولما البوابين طلعوا يشوفوا في ايه، ملقيوش حد. فادي عقد حواجبه وقال: ازاي يعني؟ الراجل اختفى؟ عم حسن شال شوية وبعدين قال: مش بس كده، اوضته كانت مقفولة من جوه، ولما كسروا الباب لقيوا الأوضة فاضية، مفيش أي حد، مفيش أي حاجة تدل إنه كان عايش فيها، كأن المكان عمره ما كان مسكون. ومن ساعتها الدور ده بقى مقفول، والإدارة قررت تنساه. عامر كان ساكت طول الوقت، لكن فجأة قال: طب وإيه حكاية الأسانسير؟ أنا أكتر من مرة الأسانسير وقف لوحده في الدور الخامس، وبعدها بيطلع بيا على الدور العاشر لوحده. عم حسن اتنهد وقال: دي بقى الحكاية اللي محدش عارف يفسرها. الأسانسير ساعات بيتحرك لوحده، يقف في الدور الخامس من غير ما حد يطلبه، وأحيانا بيطلع على الدور العاشر ويقف هناك بالمدة، وكأن حد راكب فيه بس مش باين. سامي حاسس بأشعريرة باردة في ظهره وقال:
طب محدش حاول يفتح الدور الخامس ويشوف فيه ايه؟ عم حسن ضحك ضحكة مفيهاش أي بهجة وقال: اللي حاول ما كملش. سكون رهيب سيطر على الغرفة، كلهم سكتوا، وكل واحد فيهم بدأ يحس إن الليلة دي مش هتعدي بسلام. عامر رغم كل اللي حصل له كان بيحاول يقنع نفسه إن كل ده مجرد تخيلات أو لعب من عقله الباطن. بس كلام عم حسن المرعب. بس الليلة دي كل حاجة هتتغير. عامر كان راجع الفندق متأخر، الساعة كانت معدية 2:30 بالليل. المكان هادي بطريقة غريبة، الريسبشن كان فاضي، حتى صوت التلفزيون اللي بيكون شغال عند الحارس ما كانش موجود. الدنيا كأنها نايمة أو ميتة. دخل الأسانسير، وقف قدام الزرار، وعينه راحت بالغلط على زرار 5. من غير ما يفكر إيده كانت أسرع منه وضغط عليه بالغلط. لا لا، استنى استنى. عامر مد إيده بسرعة عشان يلغي، لكن الباب كان قفل خلاص، والموتور بدأ يطلع. مش مشكلة، أوصل وخلاص، أنزل بسرعة، مفيش حاجة، كله أوهام. بس المرة دي الموقف كان مختلف. الأسانسير طلع ببطء، أبطأ من العادي. النور بقى خفيف كأنه بيضعف، والهدوء اللي كان في الفندق كله اتحول لسكون، سكون خانق جوه الأسانسير. وفجأة الباب فتح، الدور الخامس. عامر وقف متجمد في مكانه، قلبه بيدق بسرعة، مكانش عايز يبص، مكانش عايز يشوف فيه ايه اللي قدامه. بس عينه غصب عنه اتحركت. الممر كان مظلم، الحيطان شكلها قديم ومقشر، كأن المكان مهجور بقاله سنين. بس الأسوأ كان في حد واقف في آخر الطرق، حد طويل، جسمه مش واضح، مجرد ظل، بس كان باصص عليه. فجأة الظل اتحرك بسرعة في اتجاه عامر. الأسانسير كان لسه مفتوح. عامر حاول يتحرك، حاول يضغط على أي زر من الأزرار، بس جسمه ما كانش بيسمح له. الظل كان بيقرب ويقرب، وبعدين عامر مرة واحدة جري على الأسانسير وإيده ضغطت على زر الدور الرابع، والأسانسير قفل بسرعة ونزل. عامر كان واقف بيرتعش، عرقه سايح وصدره بيطلع وينزل بسرعة، لحد ما الأسانسير فتح على دوره. طلع يجري على أوضته، قفل الباب وراه بالقفل، وقعد على السرير. بس قبل ما يستوعب اللي حصل، سمع نفس الصوت اللي سمعه قبل كده جنب ودنه وهو بيقول: المرة الجاية مش هتلحق تهرب. عامر رغم كل اللي حصل له كان لسه عنده فضول قاتل، فضول أقوى من خوفه. قرر يحكي لفادي وسامي عن اللي شافه، عن الظل اللي اتحرك نحوه، عن الإحساس اللي خانقه جوه الأسانسير. سامي كان خايف، فادي متردد، لكن عامر كان مصمم: احنا لازم نعرف الحقيقة، لازم نطلع الدور الخامس ونشوف ايه الحكاية. بعد تردد وافقوا. الليلة دي الساعة 3 الفجر، وقفوا قدام الأسانسير. عامر ضغط على زرار 5، وكلهم حسوا بنفس الأشعريرة اللي مشيت في جسمهم. الأسانسير اتحرك ببطء، أبطأ من العادي، والنور فيه كان بيرتعش كأنه هيطفي. أول ما الباب فتح، ضلمة حلكة استقبلتهم، ومفيش نور، بس المكان فاضي. أول حاجة حسوا بيها ريحة غريبة، ريحة عفن مخلوطة بحاجة محروقة. سامي غطى مناخيره وقال بصوت واطي: ايه القرف ده؟ عامر خط خطوة لجوه، وصوته كان مهزوز وهو بيقول: حاسس ان المكان حي. وفجأة خطوات بعيدة بس واضحة، كأن حد بيتحرك جوه الممر، حد مش ظاهر،
حد بيراقبهم. فادي همس: احنا مش لوحدنا هنا. وفي وسط العتمة ظهرت عيون بتلمع، مش عينين واحدة، ده أكتر بكتير، بتراقبهم من الضلمة. وبعدين سمعوا صوت بيقول: انتوا جيتوا، انتوا جيتوا بدري أوي النهاردة. وفجأة الباب وراهم قفل والأسانسير نزل لوحده. عامر وفادي وسامي كانوا واقفين متجمدين في مكانهم. الأرض تحتهم كانت باردة زي التلج، كأنهم واقفين على حاجة ميتة أو مدفونة. الريحة خانقة بقت أقوى، ريحة رطوبة، ريحة عفن، ريحة حاجة ماتت هنا زمان. سامي همس وهو بيرتعش: احنا لازم نمشي دلوقتي. لكن عامر كان بيبص تحت رجله وشاف صورة قديمة مرمية على الأرض. مد إيده ورجفتها بتزيد، شال صورة من على الأرض، كل الوشوش فيها ممسوحة كأن حد شطب عليها بعنف. بس في صورة واحدة كان فيها وش واضح، وش فادي. فادي حس بجسمه بيتكهرب، عينه وسعت والصورة وقعت من إيده. هو بيقول بصوت مخنوق: إزاي؟ وفجأة صوت خطوات تقيلة جاية من الممر، حاجة بتتحرك بسرعة في اتجاههم، وقال: رجعتوا بعد كل السنين دي؟ حسن الحارس كان واقف قدامهم، بس صوته متغير. كان باصص ليهم بعيون مش عيونه، سودة بالكامل ما فيهاش نور. المكان برد أكتر. الصورة على الأرض بدأت تتحرك لوحدها، وصوت الضحكات البعيدة بدأت تقرب. فادي وسامي وعامر اتجمدوا في مكانهم مش قادرين يتحركوا، بس حسن كان بيتحرك ناحيته. سامي فتح بقه وصرخ بكل قوته، بس مفيش صوت. كأن فقد صوته كأن فقد صوته كأنه صرخ جوه فراغ بلع صوته. بقه مفتوح وعينه مليانة رعب، بس مفيش ولا نفس طالع منه. فادي فقد أعصابه، جري ناحية الأسانسير عشان كان عاوز يهرب بأي طريقة. وصل عند الباب اللي فيه إزاز عاكس. رفع راسه يبص على انعكاسه، بس اللي شافه مش هو. كان شكله مشوه، ملامحه غريبة، عينيه سودة فيها ضحكة شيطانية، ابتسامة أعرض من الطبيعي، وكأنه كيان كيان تاني تماما. انت مش المفروض تبقى هنا. الصوت جاي من الانعكاس، بس شفايف فادي الحقيقة ما كانتش بتتحرك. فادي حس بجسمه بيتجمد، قلبه كان هيقف. لكن عامر كان بيترعش، كان بيحاول يتكلم بس مش قادر. جسمه متصلب، عينيه مليانة رعب، كأنه بيبص في الفراغ، كأنه شايف حاجة هما مش شايفينها. الباب فتح فجأة وفادي دخل بسرعة، داس على أي زرار. الدور الرابع، الدور التاني، بس الأسانسير اتحرك لفوق للدور الخامس. الباب فتح وفادي لف وشه عشان يشوف سامي، لكن كان جنبه من لحظة اللي كان جنبه من لحظة لكن سامي مش موجود، اختفى تماما، ولا كأنه كان معاه. بس قبل ما قلبه يقف من الرعب، سمع صوت سامي جاي من الممر المظلم قدامه من جوه الدور الخامس، وقال: فادي الحقني. فادي قلبه كان بيدق بسرعة، عقله بيصرخ فيه: اهرب، انزل على السلم. جري بأقصى سرعته على سلالم الطوارئ، بس بعد أول لفة والتانية والتالتة اكتشف إن السلم ملوش نهاية، كأنه بيلف في دايرة. نفس الطرقة، نفس النور المكسور، نفس الجدران المشققة، نفس ريحة العفن اللي بتزيد مع كل خطوة. مستحيل، مستحيل. عرقه كان سايح، رجله كانت بتضعف ودماغه بتلف، لحد ما وقف فجأة والتف ناحية الأسانسير. الباب كان مفتوح بس مش فاضي، كان في حد واقف جوه. جسم طويل، ملامحه مش واضحة، راسه مايلة ناحية فادي،
كأنه بيراقبه من الأول. فادي حس برجليه بتتخشب، نفس إحساس عامر لما الباب فتح على الدور الخامس. مين أنت؟ الشخص جوه الأسانسير اتحرك خطوة لقدام، خطوة بطيئة تقيلة. النور موجود في الأسانسير كان ضعيف، بس لما قرب أكتر وشه ظهر أخيرا. مش وش بني آدم طبيعي، كان مشوه، جلده باين عليه، كأنه متاكل، عيونها غرزة سودة، وفمه واسع بطريقة غير طبيعية، كأنه مبتسم، بس الابتسامة ما فيهاش أي روح، ابتسامة مخيفة. أنت اللي كنت بتدور علينا دلوقتي، دورك جه. قبل ما فادي يستوعب الشخص ده مد إيده بسرعة، لكن قبل ما يعمل أي حاجة فجأة فادي يلاقي نفسه واقف قدام باب شقته. مش فاكر إزاي وصل هنا. آخر حاجة فاكرها الكلام اللي دار بينه وبين سامي وعامر. إيده كانت متلجة وهو بيفتح الباب ويدخل جوه. قلبه كان بيدق بسرعة، عقله بيحاول يربط الأحداث. إيه اللي بيحصل؟ وفجأة تليفونه رن، رقم غريب. مسك الموبايل ببطء، صباعه متردد قبل ما يرد. ألو؟ ألو؟ صمت، صمت مرعب، وبعدها صوت حد بيهمس ضعيف، صوت همس ضعيف لكنه واضح، وقال: ما تطلعش الدور الخامس تاني، ما تطلعش الدور الخامس تاني. وقعد يكررها. فادي حس بإن دمه بيتجمد، قلبه وقف لثانية. مين انت؟ مين؟ لكن الخط اتقفل. ايده بتترعش، بص حواليه، الشقة زي ما هي، كل حاجة طبيعية، بس الجو تقيل، كأن المكان مخنوق. لف ناحية المراية اللي في الأوضة ووقف، اتسمر في مكانه، لأن اللي شافه كان مرعب. في انعكاس المراية فادي كان باين، لكن مش لوحده، كان في حد واقف وراه، حد طويل، ملامحه ممسوحة، بس الحاجة الوحيدة اللي كانت واضحة ابتسامته العريضة. واتكلم وقال بصوت مبحوح ومرعب: انت اللي باقي منهم. وبكده تبقى خلصت حلقة النهاردة، ونشوفكم في قصص جديدة ان شاء الله. لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.